تعالوا نعمل الأكلة الجميلة اللي مستنيين نعملها من أول ما العيد جه ومستنيين الصيام يخلص وقلنا نعملها. طبعا عارفين الكشري المصري بتاعنا، عملنا الرنجة قبل عن كده، نعمل بقى الكشري. هنا معايا كمية عدس وكمية حمص حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا معايا كده ربع كيلو حمص وتمن عدس. هبتدي انا كنت نقعاهم الحمص نقعاه من بالليل. العدس مش لازم تنقعيه، ممكن تنقعيه قبلها بساعة، قبلها بربع ساعة، مش بيعوز. انا غسلهم كويس ونقعيهم، صفيتهم وحطيت لهم مية سخنة من الكاتل. هبدأ احطهم على النار. هنا بقى الصلصة، وهحط منها جزء على الحمص. كمية الطماطم اللي عندي كان عاملة كمية كبيرة، بس دول اللي احطهم على الحمص. نفس الكلام، فصين توم وقرون فلفل سبايسي مع الطماطم وهي بتتضرب في الخلاط. والاكلة دي بقى لازم بصل يكون ابيض. البصل الاحمر هي ماي معاكي كده ومش هيبقى حلو. لكن البصل الابيض بيقرمش معاكي وبيبقى خطير. هعمل معاكي واحده اهي واوريكي تقطيعها. انتي مش بتحتاجي قشريها، انتي مش بتحتاجي يعني كميه البصل على قد الكشري. عايزه تعملي كميه كبيره اعملي على قد اللي انتي هتعمليه. انا هنا هوريكوا بصلايه اقطعها ازاي، واختاري انتي التقطيعه اللي تعجبك. تمام. اشيل الحته اللي في النص ديت ومش هرميها. احنا هنا اتفقنا ان احنا ما بنرميش حاجة، كل حاجة غالية مش هنرميها. هحطها فين؟ على الحمص وهو بيتسلق. الحمص معايا هتبقي منك عملتي حمص شاب وكشري مصري في نفس الوقت. اهو هقطعها جوليان. تمام كده. واعذروني انا بصور بالعرض اول مرة. تمام. متعوده اصور بالطول. هي تقطعيها جوليان يا حلقان كده، نص دايره. تمام كده. بس رققي، ما تعرضيهاش عشان ما يطرش معاكي، يتحمر. الحته اللي وقعت دي هقطعها برضو اهي، هقسمها واقطعها. حاولي تقطعي يا جوليان يا حلقان نص دايره كده. حلقان مدوره جت معاكي، لو البصلايه صغيره تمام. مش جايه اقسميها، البصلايه كبيره زي كده اقسميها. وهجيب زيت. الاكله دي مش بينفع الكشري احط له سمنه مع زيت او سمنه، لا زيت. كل شغلي في الكشري ومحلات الكشري زيت. حطي كميه الزيت اللي هتعملي بيها على قد كميه الكشري، المكرونه والرز والحاجه اللي هتعمليها. وابدأي سخني. التركه المهمه انك تسخني الزيت بالحله الاول. وهنا الحمص، اما اقول الحمص بيعمل ريم. اي بقوليات شيليها، ما فيهاش اي حاجه، شيليها. وهو الحمص عندي حطيت عليه الطماطم مع فص الثوم مع القرن فلفل، كانك بتعملي حمص. وهنا كان استوى معايا العدس، مش عايزاه يدخل على السوا جامد، يبقى كده يعني ماسك نفسه، لان لسه هرجع اسويه. احنا هنا هنعمله في حله واحده، لا هتكتري مواعين ولا اي حاجه. صفيه اهو، اغسليه وصفيه. البصله كانت بدات معايا تدخل على السوا. انا مش هحرقها، مش هخليها يا دوبك لونها يبقى ايه، احمر وردي كده اهي. شلتها، حطيت على طول في نفس زيت الحله كميه الشعريه، كوبايه شعريه كبيره صغيره بتاعتك انت. ابداي بقى سيبيها برضو تاخد لون، تبقى مصفرة كده، ما تتحمرش جامد عشان ما تغمقش الكشري معاكي. هقولك تعملي لا رزايه هتطلع معجنه، ولا هتكتري مواعين ولا حاجه. هتعملي كزرونه فيها العدس، كزرونه فيها الحمص. ودي البصله كانت طلعت معايا بالشكل ده. مش عايزاكي تغمقيها، هتغمقيها هتتحرق منك ومش هتبقى حلوه، مره هتمرر. اهي الشعريه ابداي ايدك فيها بقى يا دوبك تصفر. هنزل عليها بكميه المكرونه. كميه المكرونه على حسب. انا هنا حطيت كيلو الا ربع مكرونه. الحله دي ما شاء الله تشيل. هديها برضو تشويحه. اي حاجه هحطها هروح مشوحاها، مديها تقلبتين كده تتشوح وتاخد سخونيه الحاجه اللي عندي تسخن. تمام. هبدا انزل عليها بعد ما تتشوح، هنزل عليها بايه، بالعدس.
تمام كده. العدس برضو هديله تشويحه. هنا كان معايا الحمص اهو. الحمص اسيبه لما يستوي خالص. لازم المكرونه تسخن تتشوح مع العدس اهو. برضو صفيته وغسلته وقلنا ما نسويهوش سوا كامل. انا هسيبه حاجه بسيطه كده داخل عسل عشان كل حاجه هتاخد برضو نار تاني وهتستوي. اهي هديله تشويحه برضو. وهنزل معايا بكوبايه كبيره من الرز، كوبايه رز او على حسب الكميه. انا هنا بعمل حله ما شاء الله كبيره شويه، تقدري تقللي تصغري. هقول لك تسقي الميه بتاعتها، تحيقيها وتسقي الميه بتاعتها. هي اساسي معايا في التحييق نص معلقه صغيره سكر ده هنا، وربع معلقه صغيره سكر دي السكر، ربع معلقه صغيره سكر للحمص. تمام. تحقيق ده لاي حاجه بقى، للصلصه ما عدا الكمون ما بحطوش على الصلصه. ملح هنا ملح وكله حطي ملح. تمام. فلفل اساسي معايا ملح وفلفل والسكر، والصلصه برضو حطي سكر. بس اللي هيزيد معايا هنا كمون، حطيت كمون وصلصه وفلفل اسمر. اللي هيزيد معايا في الحمص هحط ملح ليمون، لكن الصلصه هحط شويه خل. تمام كده. اسقيها بقى الميه بتاعتها، الميه سخنه، هتقلبيها تقلبتين وتحطي بقى تكملي مكتات الميه. ميه سخنه هتسهل معاكي وهتسوهولي. عايزه تحطي في الاول عشان الطشاشه بتاعتها تحطي ميه تكون دافيه من الحنفيه عادي، حطي كوبايه وبعد كده كمليها ميه سخنه. هتسهل معاكي وهيستوي بسرعه وهيبقى مبدور. غطي عليها تديها غلوتين 3 كده زي ما بتسوي الرز. كميه الميه قد ايه؟ تكون نص عقله الصبع بعد المكرونه والرز. تمام. هنا كان استوى معايا الحمص، اديته رشه ملح ليمون على طرف المعلقه. ودي الصلصه برضو فلفل وتوم، فص توم عصره معايا اهي بتغلي. هحط لها شويه خل، مش هحط لها ملح ليمون. تمام. هنا كان استوى معايا اهو، وطيت عليه واستوى معايا. اقفلي عليه وما تقلبوش كله، سيبيه يهدى شويه. التركات دي مهمه جدا، هتطلع لك كشري مبدور ومفهوش رزايه معجنه، مفهوش مكرونايه معجنه، مش لازق في بعضه، تحفه. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسنيش الاشتراك واللايك، كومنت حلو تدعي لي فيه بالشفا. تمام. حطي بقى اغرفي. بصي قد ايه هو مفلفل وخطير. بصي لا معجن، كان لزق في المعلقه اللي انا بقى الكبشه ولا المعلقه المغرفه اللي انا بقى اغرف فيها اهي. انا عاده بحط الصلصه فوق الكشري، يعني فوق المكرونه والرز والعدس بحط الصلصه. بعد كده بحط التقليه البصله، وبعد كده بحط اخر حاجه الحمص. تمام. حطي بقى التقليه، شايفه مقرمشه وخطيره. حطي بقى الحمص الميه بتاعته انا ما عملتش دقه، والشطه حطيتها مع الصلصه. الدقه هتبقى ميه الحمص. ميه الحمص خطيره. عايزه اقول لك ان هي فيها ملح ليمون، فيها بهارات، ليها طعم كده بالطماطم. ده طبعا طريقه الحمص الشام. احنا قدمنا وصفتين في وصفه. لو عايز ولادك بيحبوا حمص الشام ياكلوه كده، بص الميه بتاعته رايقه وجميله. الميه بتاعته دي انا هاخدها اعملها دقه للكشري. تمام كده. عايزه اقول لك تحفه خطير. ما تنسنيش من دعواتك كومنت حلو تكتبهولي تدعي لي فيه بالشفا، وتشجعيني بالاشتراك والمتابعه واللايك. شايفين؟ عايزه اقول لكم اقسم بالله خطير، طعمه تحفه. ولو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. انت هتعمليه بصي كل حاجته كده مش هيكمل معاكي السوا نص ساعه، ساعه الا ربع هتكوني مخلصه وطالعه من المطبخ. للبنوتات الصغيره اللي بتحب ما تقعدش في المطبخ كتير. شايفين الطعم خطير حقيقي تحفه. لا في رزايه معجنه ولا مكرونايه. واتمنى لكم الخير والسعاده. لايك